وتعالى سيحاسبهم. لكن الأمة الصادقين من المؤمنين أصبح الحسين يلهمهم، أصبح الحسين مثال الشجاعة، مثال الفداء، مثال التضحية. الحسين هو الذي علم الناس إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. الآن الإعلام ما الذي يحصل في عاشوراء؟ في عاشوراء يعني يحصل أشياء كثيرة، في محرم تحصل أشياء كثيرة. محرم عند الإخوة الشيعة الإمامية خاصة محرم موسم ثقافي ديني اجتماعي، محاضرات. يعني أنا أتمنى لو عندنا 1% من المحاضرات أو النشاط الثقافي الديني الذي عند الإخوة الإمامية في محرم في أي وقت من أوقات السنة، بدون ما تعمل دعاوي ولا غيره ولا نشاط لتحث الناس على القدوم. تجد أنك أمامك 3-4 ألف 5 ألف 10 ألف يستمعون إليك، وتقدم محاضرات ثقافية كبيرة جدا. تنطلق من الحسين صحيح، يمكن أن تسمع ذكر الحسين، مش مشكلة، لأن الحسين يمثل كل قيم الرسالة، كل قيم الدين، كل قيم البطولة تجسدت في الحسين. لذلك ورد عن رسول الله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. نحن عندنا هنا نحيي حول الحبيب علي حبشي، موجود سنويا نحيي حول ذكرى وفاته. حول الحبيب محمد الهدار يحيونه. في تريم الجماعة تلاميذ ومريدين الحبيب عمر يحيون حول الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، حول الحبيب سالم بن حفيظ جده. مناسبات، ما المانع أن نقف عند هذه الذكرى؟ لا نقول للناس أن نأخذ خذوا الحسين كعبرة. مثلا أسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب، وذكرهم بأيام الله، ما المانع؟ صم عاشوراء لا مانع، صم عاشوراء وصلي واعبد ربك. لكن أن تذكر الحسين، أن تستلهم من الحسين، أن تعرف ماذا جرى. شيء مؤسف إنه مثلا إنه نحن أهل السنة في عاشوراء أو بعضنا طبعا يشتغل بماذا؟ يشتغل أن ينقل مظاهر أو شعائر التطبير التي يعني رؤوس الإمامية اليوم مثل السيد الخامنئي غيرهم من العلماء الكبار المراجع يحرموها. يجيب لك يأخذ لك مجموعة مقاطع، مجموعة يدمون دماهم، يلا شوفوا الشيعة. هذا ظلم. ليس كل الشيعة يعملون هكذا، بل في إيران لا يسمح لهم بهذا أبدا. عندك مسقط يتبرعون بالدم مثلا، يتبرعون بالدم. ما في هذه الشعائر بهذه الصورة الوحشية. هؤلاء ليسوا وحوش، هؤلاء بشر. أنا أرى أنه أقل القليل يتبرعون بالدم للمستشفيات بدل العادة يعني السيئة التطبير اللي يعملها الجهلة في باكستان وفي الهند اللي أخذوها من الهندوس وغيرهم. هؤلاء يتبرعون بالدم للمستشفيات وتقام محاضرات، ادخل محاضرات محرم. شوف الفعاليات الموجودة. ايه في عمان وفي غيرهم. ايه هذه أمثلة. الخلاصة يا إخوة من الجميل أن نعيش الوحدة، من الجميل أن نجتمع ولا نتفرق، من الجميل أن لا نهزأ بمعتقدات الآخرين، وأن نتناول القضايا كلها بموضوعية، لا نكذب، لا نفتري، نحاول أن نتقرب إلى الله، نحاول أن نستلهم من مدرسة الصيام، مدرسة الحسين، مدرسة القرآن، هذه كلها مدرسة الحياة، مدرسة التاريخ. وذكرهم بأيام الله، ونتقدم في الحياة، نترقى في أرواحنا، في أبداننا، في عقولنا. نسأل الله أن يتقبل. اللهم تقبل منا وارحمنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يسيرون على نهج جد الحسين صلوات الله عليه وآله، وأن نكون من الصالحين الشهداء المتقين الفائزين. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.